نعرفها حتى لو ما احنا حكوها. نريد احنا نريد الرجال يكمل كلامه. اريد احطها يعني بعين نعرف اللي شنو يستخدم السبب. تقية، اريد احطها يا بعين اللي يستخدم استاذ تقية. لارا، لا لا، استاذ عاد لارا، اذا شوفي انا اداوم ثلاث الرجال دوامات بس الرجال بالليل موجود. اذا الرجال صادف لك واحد يحكي بالتقية شيري لي بس. الرجال جاي يبين وجهة نظره واللي جاي بس يمشي عليه. انا ما افيدك انت تسوي لي، لان انا كاشفتكم يعني فضايحكم وفسادكم، ما راح تطبل لي، يعني ما اعتقد تقبلني انت تمام مو تتابعني. مشكلة. وشوفي تكلم. عزيزتي، انت اللي تشوفينه بنظرك فساد، ترى اني بديني شرف حتى اكون اوكي واقعي اوكي، وياك. زين زين، اول مرة كمل شنو تردون من العراق، وبعدين شنو تردون من الدول العربية. تمام عزيزتي. لا أصل أنا بديت بالدول العربية. أولا الثأر مع العرب بصورة عامة، مؤسس ديننا كان يكره البعض من العرب أو من سكان الجزيرة العربية. اثنين، صادف الحظ أنه أسسنا ولاية فقيه بعد أنه إحنا شوف عمرنا الشيعة ما حكمنا. أول حكم استلمناه بالعالم سنة 1979 ولاية الفقيه في إيران، وسنة 2003 في بغداد. سنة 2011 دخل حكمنا إلى دمشق. 2013 أيضا صار عندنا تأسيس فصيل في اليمن. وبداية 2014 تحسنت علاقاتنا مع أبناء حزب الله. للعلم ترى قبل 2014 ما كانت أكو علاقة مباشرة بين محور المقاومة وبين حزب الله. كانت أكو علاقة صحيح، لكن علاقة دبلوماسية مو علاقة ولاء. طيب يا غريب، سؤال: اتفضل. هل التجربة الإيرانية نجحت بالعراق أو باليمن أو بلبنان أو في سوريا أو جنوب السودان؟ شوف عزيزي، اليوم أولا أنت، خلي أكمل لك السؤال. تفضل. اليوم أنت استحوذت على 4 عواصم. أنت غير تريد تبيض وجهك قدام هاي العواصم وتنقل فكر وعقيدة وتطور، وتبين للدول السنية الحواليك بأن شوف التجربة الإيرانية شلون مبهرة ونحو الإرادة والسيادة، صح لو غلط؟ لا، هذه مع واحدة. احترامي جنابك هذا الشيء غلط، انه اني اثبت على راحة الشعب. اذا الشعب طيب ارتاح راح يفكر إذا بوطنية. بس اذا العراق جاع، إذا اسمعني عزيزي، العراق اذا خلنا الشعب أكمل لك. جاع راح والله ينضم والله بجنبي سواء يتكلم كنت الحين صح او زين. غلط. اذا عد الشعب عد جاع بالله، عد غريب وانضم. غريب، عد بالله، عد عزيزي غريب اذا ان شاء الله. الشعب ارتاح راح يفكر بوطنية. اذا هذا يكفي. الشعب جاع راح ينضم بجنبي سواء كنت على خطأ، على صواب، او على خطأ. وصلت تاج مالي. الفكرة وبارك الله بيك وجزاك الله لا ألف بس خير اكو على الكلام تعقيب الصريح. جدا بسيط. تفضل. تعقيب جدا بسيط تكملة للجواب. شوف عزيزي، بداية نهضة حكم الشيعي اللي هي في معتقدنا أصلا إذا أكو دولة شيعية لازم تصدر التشيع إلى دول ثانية. نفذت الجمهورية الإسلامية على أنه تصدير الثورة، اللي هو دستور ثابت في القانون الإيراني، تصدير الثورة إلى دول الجوار. تمام. في المحاولة الأولى بدأت عام 1979 منذ استلام الحكم في طهران إلى 1988 هي مقاتلة العجم بالعرب، ففشلت فشلا ذريعا. تمام. من بعد ما حالفنا الحظ وصدام دخل الكويت، واللهم اللهم يرزق كل شخص هيك غلطة. حالفنا الحظ بالسيطرة على العراق بمساعدة قوات التحالف. من بعدها جربت هيئة كبار العلماء أو هيئة الإفتاء في دولة إيران أن تقاتل العرب الشيعة بمناصرة بدعم العرب العجم، وبمناصرة عقود عسكرية مثل الصين وروسيا في سوريا. جربت قتال العرب الشيعة العرب السنة. جانب منها نجح، حتى أكون صادق معك، في لبنان واليمن. الجانب السوري فشل ذريع، يعني 700 ألف جندي سوري عراقي لبناني باكستاني أفغاني روسي، أكثر من 700 ألف مقابل 40 ألف لا يمتلكون طيران، لا يمتلكون صواريخ، لا يمتلكون مسيرات. طالت حرب
إلى مدة 13 سنة وسقط النظام. هذا فشل ذريع. جيش مكون من 700 ألف يمتلك طيران ومدفعية إلى غيرها، إلى أنواع الأسلحة الثقيلة، يسقط أمام 40 ألف لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. فالخطوة القادمة لتصدير الثورة هي مقاتلة العرب السنة. هيخلي جوها 4 خطوط. العرب السنة، انت وين تشتغل؟ أنا طالب مو أشتغل، أداوم 3 دوامات: مدرسة دينية بالإمام الكاظم عليه السلام، وأداوم إعدادية تجارة، وأداوم مدرسة فلسفة. أو مو فلسفة بس أنا أوضحها بالفلسفة. زين، شنو دوركم انتم بالعراق؟ يعني منو يدفع لك رواتب؟ شنو المنظمة اللي منتمي لها؟ شوفي، أنا ما منتمي المنظمة، لكن أنا أيد من صدقة في العراق، واللي صدقة في العراق أكرم الكعبي. أكرم الكعبي. زين انت يعني اليوم يعني ما راح يعني شنو رأيك بالزيدي لما ما راح يقضي على الفصائل اللي اللا عراقية؟ شنو يكون موقفكم إذا استخدم قوة السلاح، استخدموا الغطاء الجوي الأمريكي؟ يعني شنو راح يكون موقفكم أنتم؟ ما راح يخلوكم بالدولة لأن بعد ماكو نفوذ الإيران. عزيزتي، احنا متخذين قسم على نفسنا: يا اما نموت كلنا يا اما نعيش كلنا. فلا تصدقين انه السلاح ينوخذ بدون ما تنهجم ال 15 محافظة. من أجل من أنتم قاعد تسوون هيك؟ يعني من أجل عقيدتنا، هذا ديننا هيك. يعني 15 محافظة تهجمها على مود عقيدتك؟ عزيزتي، بيش تواجه ربك؟ بيش تقول لربك انه انت ال 15 يعني هاي بيها اطفال، بيها روح، بيها نساء، بيها اطفال، بيها رجال. هذول الله قال لك اقتل. زين انت شنو فرقك عن اللي 11؟ ترى انت ما تفرق شيء اذا انت عندك النفس والانسانيه تضحي بيها من اجل العقيده. اثنيناتنا صنع ايراني. ها؟ ما افرق شيء، اثنيناتنا صنع ايراني. اي بالضبط، اثنينكم صناعه ايرانيه، نفس اللوجو. ها، نفس اللوجو بالضبط، لان اثنينكم عندكم يعني جوع للدم وتعطش للدم، وما يهمك الانسان ولا يهمكم البشر ولا يهمكم انتم الوطن. انت عندك بس من اجل العقيده. هل هاي العقيده راح تدخلك للجنه بهاي العقليه المنحله المجرمه؟ هاي شنو من عقيده هاي؟ قضيه جنه. احنا قضيتنا ابد مو قضيه جنه. لا، شنو قضيتك انت؟ شنو هدفك انت كانسان؟ زين هسه اكو هواي ناس يعني ما عندهم هدف للجنه، بس عندهم منطلق انساني. ما عنده هو لا مسلم ولا شيء، خلينا نقول هو اصلا هذا حتى ما عنده توحيد ولا هو لا ديني. زين بس عنده هدف انساني. انت حتى هدف انساني ما عندك. شنو هالاجرام هذا اللي عندكم؟ انا عندي هدف انساني. هدف انساني عندكم استعداد 15 محافظه تهجموها، وبيها اطفال وبيها من نساء وبيها من رجال، يعني من اجل عقيده. شنو هالعقيده الدمويه؟ عزيزتي، الهدف الانساني ان يعيش الشيعي قائد وغيره عبد. اذا هذا مو هدف انساني، هذا هدف مريض، هدف بنرجسيه وبمرض وبعقد. تمام. انتوا بلاء، انتوا مرضى. خليني ارد عليه اقول لك من الجيش العراقي: نحن مع الحشد، تحت امرة الحشد، نحن تحت امر الحشد، كل القوات المسلحه تحت على ابوك لابو الحشد. هذا مريض ثاني. شوف عزيزي، هسه هو مريض، ليش تسب الحشد؟ شوف هنا راح نختلف. اوكي، انا محترم، هو مو محترم، بعيدا عن انه انت تحب او تكره. لكن شوف، خلي اوضح لك اياها. انا عندي الحشد اللي ما يحترم اللايف، اسمع علي الغريب اسمع علي. اللي ما يحترم اللايف حيشك وحيش السامع اضربه بالنعل ونزله. انا صعدتك بالقسط بكل ادب واحترام. الله يسلمك. يعني نهيت المؤسسه العسكريه العراقيه كلها تحت لواء واحد.
تريدني احترمك وقدرك، احكي بكل ادب واحترام. انا قلت لك يا الغريب الك كل الحب والاحترام وارفع لك القبعه، حكيت الحقيقه الله بدون يسلمك. لف ودوران. ما صح يحتاج لو غلط؟ كذب. انا اشوف الامر ما يحتاج كذب، يعني انا هذه عقيدتي. مسألة تصعد باللايف وتتهجم مو مش خيارات، حضر الغي متابعتك وانتهى الموضوع. شوف الحوار بسيط وعفوي وجاي كل واحد ينطي وجهة نظره. شفت استاذة لارا تجاوزت عليك، انت تجاوزت على حد؟ لا. ناس جاي تفتهم موضوع من ناس، تصعد تتجاوز وتسوي تنهي المؤسسة العسكرية. اضربك 100 نعل، الجيش العراقي الاكبر منك ومن اللي خلفك. خلي الحوار بادب وباحترام، تصعد تنطي وجهة نظرك ووراها احكي ما عندك. غريب سؤال تفضل. بعد اذن استاذه لارا، شنو سبب الكره للدول العربيه؟ ليش ما يحبون يوطنون العلاقات الايرانيه العربيه العراقيه الغيره ويكونون مثل ما يقول كدوله واحده، او مثلا على سبيل المثال حتى تكون اوضح علاقات جميله، تبادل تجاري، حسن الجوار. شنو السبب الكره للدول العربيه؟ شوف عزيزي، اولا خلي ابدي لك وياها بالاختلافات المهمه جدا. تمام. مثلا احنا اليوم ننظر كقاعده للدول العربيه المملكه العربيه السعوديه. هل المملكه العربيه السعوديه توافق على شروط مثلا لتوطين العلاقات؟ اهمها بناء ائمه البقيع، اللي هو هذا شيء ثابت عندي في العقيده. ثانيا إقامة وإحياء المجالس واللطم والمشي على الأقدام. ثالثا دقيقة أئمة البقيع، دقيقة أستاذ غريب، واحدة أئمة البقيع من؟ شوف الإمام الحسن عليه السلام. عراقي لو سعودي؟ لا سعودي. شلك دخل بي؟ أنا ما أريد أسوي قبر لأحد أبنائي، أهل البيت كلهم سعوديين. أنا ما أريد أسوي مقامات اسمع عليها غريب، خلينا نكون واقعيين. أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم من أرض السعودية، يعني السعوديين. صح لو غلط؟ صح. أريد أسوي له قبر، أريد ما أسوي له قبر، تلك أمة قد خلت. وصلتك الفكرة؟ أنا اليوم تجي طالبني جايني من غير دولة، جايني من غير، بس خلنا نوضح لك الفكرة. أنت جايني من غير دولة، تعال سوي قبر ومقام الابن بلدي. أنت ما تحب أكثر مني أنا كسعودي. أنت شنو دخلك بهذا الموضوع مال أئمة البقيع؟ تمام، راح أجاوبك. نعم. شوف عزيزي، أنا بديني زيارتهم وهم تحت قبب تعادل عندي 7000 حجة للإمام الواحد. فبدل ما أروح أحج حجة واحدة بالسعودية، إذا مبنية هذه الأضرحة راح تحسب لي الحجة 28,000 حجة وحجة واحدة. وضحت؟ وصلت الفكرة. يعني تريد يصير له مقام لهذا القبر على مود تجي تحج. إذا نلغي بيت الله، نسمع علي، إذا نلغي بيت الله، نلغي نهائيا بيت الله عز وجل، وتصير الحجة مالتنا للبقيع. أفضل ما أروح حج بيت الله. صح لو غلط؟ مو هيك مثلهم راح نكشف انه انا ما مسلم، بيت الله يستعمل عندنا. وهي لو انا غلط، شوف الغريب، لو انا غلط، انا كسني انا غلط، لو انت الشيعي غلط، واحد من عندنا، انت ما انكر اني غلط، بس انا اذا اسمع مثلا علي. انكر بيت الله العزيز ما راح اعتبر الغريب. مسلم. تفضل. اسمع علي، يا اما انا عقيدتي كسني غلط، يا اما انت غلط. مال اثنيناتنا نطب الجنه لو يحيى دواس ومانع ما ترحم، ما ترهم. لا يجتمعان دينان في أرض مكة، دين واحد. أنت بعقيدتك زيارة الأئمة تعادل 7000 حجة من بيت الله الحرام. يا أما تلغي بيت الله عز وجل، يا أما تلغي أئمة البقيع. هذه وحدة. يا أما أنا عقيدتي غلط، يا أما أنت عقيدتك غلط.
طيب حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. من هو الخالق؟ أئمة البقيع أم الله؟ الله. الله. من فمك أدينك، يعني أزور أئمة البقيع 7000 حجة وبيت الله تنحسب لحجة واحدة؟ تفضل المايك لك. تمام عزيزي. شوف، اولا انا اول ما صعدت قلت لك التقية بدين حلال، بس انا ما احب استعملها، صح؟ بالعكس أنا كيف الواضح والصريح. تمام عزيزي. صح، اللي اجاوبك شنو موضوع مكة المكرمة. تمام. تفضل. شوف، اولا مكة المكرمة والقدس اثنيناتهن ما عندهن يعني مع احترامي لجنابك الكريم وما احب اجرح احد، بس يعني هذا ديني. اولا انا ما عندي اي قدس في الارض، كل من يقول لك الشيعة يدافعون عن القدس هذا اسمع منه ولا تصدق. انا عندي القدس في السماء الرابعة، لا يمي قدس فلسطين ولا تابعت لي ولا اعرفها ولا تعرفني. هاي من ناحية القدس. مكة المكرمة عندي هو بيت الله، لكن مو افضل حتى من كربلاء. عندنا شيوخ معممين قالوا ان كربلاء افضل من قبلة المسلمين. كيف تقارنها بكربلاء؟ احنا ناخذها عزيزي، ناخذها كقبلة، لكن كزيارة لا نستعمل بها التقية، لان انا اعرف ان زيارة كربلاء تعادل 7000 من زيارتها. وضحت عزيزي؟ لا مو واضحة. طيب ممكن سؤال؟ السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته أبو سلطان. أنا يعجبني الأخ الله أبو سلطان. أنا يعجبني الأخ الصادق، بس عندي سؤال بالله بسيط. الأخونا إذا سمحتوا تسمحوا لي ولا؟ تفضل يا أبو سلطان. زاد فضلك. حنا من هو اللي جانب الدين الإسلامي؟ هل أخذناه عن الأئمة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال أول حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالزيارة أم قام بالعمرة والحج والمناسك هذه اللي بالحرم المكي؟ لا، في العمرة والحج. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مقبرة البقيع والمدفونين فيها كانوا موجودين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيام الرسول بس كانوا ما ميتين، كانوا أحياء. كانوا ميتين فيها أحياء أو في ميتين، صحيح؟ أي صح. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا المسلمين كافة المسلمين بالزيارة وبناء على القبور، ما بنى عليها وقال القبور المسلمين تكون مساوية للأرض إلا ما يبينها إن هذا قبر؟ لأن الرسول سني مو شيعي. طيب يعني الشيعي مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم 80%. أي وش هذا؟ أعيد تاني السؤال ده أبو سلطان الأخير. يعني يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول سني مو بشيعي، يعني أنت الآن الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الإسلام، إذن عندك دين غير الإسلام. شوف، أنا ديني يختلف جذريا عن الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا خلاص. أنا أكون صادق وياك. هذا خلص الكلام. صادق. أنت قلت كلمة حق بصراحة. دينكم من وين؟ دينكم من وين جايبينه؟ قلت ديني لا يختلف كليا عن الإسلام. إذا أنت مو مسلم يعني الغريب. هذا هي انتهى الكلام. يعني أقدر أستعمل كلمة مسلم، بس بالواقع أنا مو منها. والله أنا بحب فيك، أنت رجل صريح يا غريب. الله يسلمك. الله ايش يسلمك. قد عمرك؟ يسألوك جوا بالتعليق ايش قد عمرك؟ أنا مواليد 2007. العمر كله، بس أهم شيء في كلامك إن أنت صادق بصراحة. يعني بما يقارب 18 سنة 18 سنة. ها؟ 18 سنة. خلص كلامك كله، واشكرك شكرا جزيلا يا غريب. طيب نرجع مرة أخرى يا جماعة الخير، وحياك الله أبو سلطان. حياك يا لاراء. لا بس ما جاوبني على سؤالي من قلت له شنو اللي تردونه من العراق بالضبط، من الشعب العراقي. يعني العراق اليوم هو مو كله الشيعة، بي سنة بي أكراد بي مسيح بي تركمان بي يزيدين بي صابئة، شنو اللي تردونه من هذا الشعب؟ عزيزي احنا ما نريد بس العراق، احنا اذا حصلتنا الفرصة ان ناخذ اسيا وافريقيا كلها. زين اللي جاي يصير حاليا في ايران، يعني انتم نهايتكم قربت، يعني راح تنتهون. وين شنو مصيركم انتم؟ يعني هذا الفكر مالكم الكل هسه الشعب الايراني يكرهكم،
الشعب العراقي يعني قاعد يعني وضحت حقيقتكم إلهم، وأيضا كشفوكم. ترى لا تشوف القسم اللي ساكت، هم ساكتين، لكن اليوم يعني أنا أقصد الناس اللي ساكتة مو مؤيدة لكم وإنما رافضة لوجودكم. أنت لا تشوف هذول الذيول اللي يطبلوا لكم، يا أما منتفع هو ماديا أو منتفع هو من جماعة رفحة ومن جماعة المسؤولين ومن جماعة الأحزاب، أما القسم الأكبر فهو رافضكم. أنتوا وين راح تحطون وجهكم بهالحالة؟ شوف يا عزيزتي، أولا إحنا إذا أصبحت أن نهاية في مكان لازم أكون بداية في مكان. من الناحية الثانية، ثواني بس. شلونك يا عرب؟ يا هلا هلا حبيبي، هلا وسهلا. اخويا الغربي غريب او غريب. ابني او الغريب ابني، لماذا قالوا لكم الشيعة المعممين ان القدس في السماء الرابعة؟ ممكن تجاوبني؟ هو عمل ميوت عموما. قزاع، يسعد صباحك يا سيد قزاع، كيف الحال؟ وعليكم السلام، يسعد صباحك، اهلا وسهلا. الله بالنور. شفر اخوي. لا لو سمحت، تفضل. غريب غريب موجود؟ أبيه بس يجاوبني عن تفضل. الأزرق يعتبر بالنسبة لنا أيضا عدو، يعني شاركنا بنفس الأرض اللي إحنا المفروض نكون قادة عليها. اثنيناتنا نريد نحكم بلاد الشام والعراق وجزء من السعودية. إحنا نريد كل السعودية هو جزء، بما أنه يريد يحكم نفس الأرض فهو عدو. يعني إحنا مختلفين على أرض فقط. حلو كلام الله الصريح. زين، بسألك أنا ليه معممين قالوا إن القدس في السماء الرابعة؟ تعرف ليه ولا ما تعرف؟ عيد. المعممين ليه قالوا إن القدس في السماء الرابعة؟ تعرف الجواب ولا لا؟ لأن القدس اللي في فلسطين فتحها عمر، وعيب علي يعني كشيعي ها، فتحها عمر. أحسنت، هذا اللي أنا بيه بس. لا هو صريح الرجال. الغريب أهلك يعرفون هذا فكرك؟ هم موافقين عليه؟ يذبحونه. الغريب لا ترى أنا متكرم من 4 عتبات شيعية بهذا فكري، من ضمنهم أهلك أمك وأبوك بيتكم يعرفون إنه هذا فكرك؟ قابلين على هذا الفكر؟ 100,000,000%. قابلين. هذا معلش مداخلة حبيبي، هذا الفكر موجود عند الجميع، لكن هم يظهرونه. هو أظهره، هو كان صريح وتكلم فيه، هو موجود عند الجميع. هو ما يتكلم عن فكرة هو بناها، لا، الرجل هو ذكي، هو صريح. هو يتكلم عن الفكر اللي هم مخفينه، اللي هم مظهرين غيره، لكن هو أظهر الحقيقة اللي بصدره والحقيقة اللي عندهم كل أبوهم. زين، الغريب هم وصوك إنه تدخلون الخرافة إلى العراق، تدخلون الخرافات والخزعبلات وتشغلون الناس بأشياء هي غريبة عجيبة. شوفي اسمعيني. دائما الشباب يحتاج لهم شيء يبقون متمسكين. من ساعة أنا أريد أجي أقنع شاب أقول له تعال تصير وأنا هيك أفكاري، راح يقول يا بدر روح، أنت أفكارك كلها موت، أنا أريد أموت بس من أوفر له احتياجاته، مثل مخدات، قات، بنات، تريد بنات روح تزوج 1000 متعة حلال،
تريد غلمان أنت من قوم لوط، تعال حلال لك جندرة. تريد أطفال تتحارش بالأطفال، أنت مريض نفسي، أوكي تعال تبخيض الرضيع. من أوفر له كل ذني، بس أطلب من عنده فد مرتكز إنه يحب هذا الدين ويلطم ويعطي من دمه سنويا تطبير لهذا الدين، فهو راح ينجبر أن ينضم لي، لأن أنا موفر له أشياء هواية. والله العظيم هذا ديني عزيزي، هذا ديني. صريحة أنا هم أنا جاي أشك يا جزاع، أنا وياك نفس الرأي. قول ولع الزهراء، أنا هذا ديني يا أخي. او يكون من ضمن العقيده، عزيزي هذا غلط. أنا قلت لك، إذا أريد أجي أقول للشاب أنت بس حارب حارب حارب، ما راح يجوا وياي. شلون راح أقنع الشاب بالدين إذا ما أكو شيء متطلب؟ أما الخمس هي ضريبة عادية مثل أي ضريبة تدفعونها لبيوتكم، ضريبة ماء، ضريبة كهرباء. لا الغريب أنت نفس هذا الفكر، يعني تريد تسوونه اليوم، يعني هذا كل الجرائم على مود يطلع الإمام المهدي. لا عزيزتي اسمعيني، أولا مو من صالح كل شيء يطلع الإمام المهدي. يلا على كيفك شوي. يعني أول خطوة يسويها الإمام المهدي، سواء كان مولود أو غير مولود، اسمع يا عزيزي، اي والله العظيم، بس اسمعني عزيزي. لأن الغريب منو مدخل براسك هاي الأفكار؟ لو أخذنا جدلا، لو أخذنا جدلا ننزل إحنا ونقول يلا هو هذا عقلك، يعني إنه أنت ما قاعد اسمحوا لي يعني بس خليني تلعب. أكمل لحظة يا لحظة، راح منو اللي أعطيكم يعني دخل هاي الأفكار براسك؟ منو اللي مدخل هاي الأفكار براسك؟ ومنو أنتو بس ومنو خلي أنتو؟ لا يقول أنا مو لا منهم. أنت منو اللي اسمعني مدخل عزيزي، هاي؟ يعني شنو اسم الناس اللي قاعد يلعبون بعقلك؟ شنو انتماءاتهم؟ شنو هذا العقل الأفكار اللي بس مدخلينها لحظة، بعقلك؟ بدون عاطفة، أنت مسيطر عليك العاطفة أختي، لحظة. لأن أولا في بعدك أنت عقيدتي، حرام، بعدك صغير. بس يعني أنا اسمعيني أنا أشوف إنه أنت اسمعيني أمي حرام، الله من يرضى عليك. الظلم إنه أنت طفل، يعني بعدك عمرك 18 سنة إنه أنت تحمل هاي الأفكار. هاي لحظة، أفكار خطيرة، ما بيها يعني هاي أفكار أوكي مسمومة. أوكي أوكي، لحظة. أولا في في الباب الأول، من يظهر الإمام الحجة صلوات ربي عليه، راح يذبح 10,000 معمم على جدار الكوفة، يعني راح ينهي على أكثر من 25% من علمائي. هاي وحدة. اثنين، إذا خرج العالم ما أكو خمس، فهاي مو بمصلحة المراجع. ثلاثة، إذا خرج الإمام إمام الزمان عجل الله فرجه، راح تكون هناك ثورة ضدية
يعني إذا كنت أنا شيعي بامتياز، احتمال أنه مو مقارب لابن علي، لأن الإمام علي عليه السلام حرق بعض من الشيعة، فاحتمال هم نحترق. تمام. ايش قد نسبتكم انتم هذا التفكير؟ ايش قد نسبتكم بالعراق تفكيركم يعني نفس توجهك ونفس تفكيرك؟ يعني تقدرين تقولين كل شخص من عائلة شيعية متدينة يعني شيء ما نعبر 1,500,000 شاب. واهلك موافقين؟ انت تصلي؟ اي نعم. توك تقول انا مو مسلم، شلون تصلي؟ ليش؟ لحظة، أنا صلاتي عندي صحيحة، أنا أصلي على التربة وأنا أمسح أقدامي ما أغسلها. يعني انت تعترف انه هي غير صحيحة؟ أنت عندك صحيحة كمسلمة؟ بس أنا ما أريد أدخل وياك بجدال انا طويل. ما عندك ادخل صلاتي بالنوايا. صحيحة؟ لو كنت انت يعني تمام. تآمن بالقرآن وتآمن عزيزتي بالسنة عزيزتي وتآمن عزيزتي أتحداك في وعندك عالم ايمان مطلق شيعي بالله. يحفظ القرآن أو يدرس القرآن. لا، القرآن لو مو من كان صالحنا عندك نحفظ ايمان منه مطلق الفاتحة بالله. وقصار الصور من أجل أنه نقول إحنا إسلام فقط. الغريب اسمعيني عزيزتي. لو كان عندك ايمان لا مطلق حول ولا بالله قوة إلا وبالرسول، يعني وتشهد الشهادة، يعني اقول انه انت مسلم. لكن انت عندك هذولا، يعني انت تآمن بالله وبالرسول والشهادة وبالسنة. تفضل. به نؤمن به لا. نعم. تفضل إن شاء اوكي الله. يا أستاذ. اسمح. حياك. أهلا حياك. وسهلا. والله يا اخوي جزاع، هو لازم ننشر هذا الفكر، لازم ننشر الكلام اللي قاله غريب ده، لانه راجل صريح جدا. لا، عزيزي اسمعني. مع احترامي لجنابك الكريم، أنا لو أريد أستهزئ أستعمل وياك تقية بسيطة وأكون بنظرك أنا شيعي واو عربي ملتزم. لا شوف، أنا ما يعني أستهزئ قصدك بديني على تستهزئ حسابك. بالشيعة؟ مع احترامي لجانبك، أنا ما أستهزئ بديني على حسابك أو على حساب رضاك، مع احترامي لجنابك الكريم. عزيزي اسمعني، قسما بالله، قسما بالعباس، قسما بالقرآن، قسما بمحمد، قسما برب محمد، قسما بالحسين، قسما بالزهراء، قسما بعلي بن الحسين، قسما بالباقر، قسما بالصادق، قسما بالسجاد، قسما بالرضا، قسما بالحسن العسكري، قسما بالحجة المنتظر المهدي عجل الله فرجه، قسمت بالله ديني وبالنبي وأؤمن به محمد؟ كله. قسمت بالله وبالقرآن؟ قسمت أولا بالله وبالقرآن وبمحمد وبعد أهل البيت. يا قسم لا جزار، بالله بس وبالقرآن. لحظة غريب، لحظة يا جماعة. يا جماعة الرجل الخير، هو مش هو مش أقسم، في تحقيق، خلي بالكم. أقسم يا هلا وغرش. باللي احنا نؤمن فيهم واللي هو يؤمن فيهم. نعم. زين، هو ابو جمع سلطان، الجميع عشان نصدقه، فدينه له وحنا ديننا لنا. لكن الرجل تكلم كلام أنا أشوف أنه تجنب التقية، وأنا ما أدري، ما صراحة أنا صمت، ما أقدر أقول شيء. زين، هو حاط صورة بيها هجوم على دولة الكويت ونجيكم بالباصات. شنو قصتها هاي الصورة؟ هل أنت يعني فكرك ويا البعثية ويا لا يعني ويا شوفي، إذا صدام؟ تدخلين على الشعر اللي موجود بالصورة، نعم، تمام، ما قريته. لا الشعر أو اللطمية اللي حاطها بالصورة راح تعرفين إنه قلبا وقالبا مع الحشد. أنت ويا الحشد. زين، منو اللي يشكل تمام. الحشد اليوم؟ اللي يشكل الحشد نفس عقليتك؟ هل هو يعني إيراني بامتياز؟ فتوى مشتركة ما بين سيد علي السيستاني دام ظله وسيد علي خامنئي رحمه الله.
إذا هو تأسيس إيراني أيضا. عزيزي، كل الفصائل المسلحة اللي خارج الجمهورية تؤتمر من الحرس الثوري. زين شنو هي رأي المركز الجمهورية الأعلى شنو رأي إيران اليوم بالزيدي والخطوة اللي جاي يخطيها ويا أمريكا؟ شوفي، إذا أنت متابعة الأحوال العراقية من البداية، الأخبار العراقية عفوا من البداية، تابعة. ارجعي اللقاء الأحد قيادات الحشد، راح يقول رئيس الوزراء رجل موظف عندنا نقدر نفصله متى ما نريد، وهذا الشيء صار ويا لكن أمريكا اليوم اللي فارضة السيطرة على الزيدي، إيش راح تسوون؟ خليه يجرب ياخذ السلاح ومنطل 30/9، أنا أنطيك منها 9 سنوات، هاي مهلة من عندي. منو أنت شادين الحيل؟ منو؟ بالعامري، بالمالكي، شوفي هادي أنا ما راح أقول العامري، لك غزالي؟ أنا عندي هيجي حديدة صغيرة، مسدس صغير ورا البلازمة مخلي أدلي بمكانه، وأنا بيتي بالعبيدي، إذا يقدرون خلي يجون ياخذوه. لا أنت منو بالحكومة اليوم مؤيدكم؟ يعني بمن مستقوين؟ هل هادي العامري؟ شوفي عزيزتي، أنا كشخص هسه أنا ما عندي أي جهة سياسية أنتمي له، لكن مجرد أنا أشوف دورية تابعة لوزارة الداخلية تطبق ببابي راح أتصل بالرقم الساخن للحشد، لأن يعني واجبه هو كحشد أن يحميني كشيعي. كفو. نعم. لكن الحشد اليوم تخلى عن السلاح، يعني بقيادة مو كل الحشد عزيزي، الحشد بقسمين، قسم المقاومة الإسلامية اللي هو الحشد اللي هو يضم 4 فصائل، وقسم الحشد اللي تابع لهيئة رئاسة الوزراء. اللي تابعين لهيئة رئاسة الوزراء سلموا سلاحهم تمام، لكن اللي تابعين للمقاومة الإسلامية مثل النجباء، مثل حزب الله العراقي، مثل كتائب شهداء الإمام علي، مثل لكن اليوم لو الجيش هذني كل ما سلمن أسلحتهم. لكن اليوم لو الجيش ومكافحة الإرهاب وبغطاء أمريكي، انتو ايش راح يبقى من عندكم؟ يمكن راح يبقى من عندنا كم طفل، وهذا الشيء كافي حتى نشكل فصيل بالمستقبل بعد فد 50 سنة. إذا شنو أنتوا تبقون كم طفل؟ هذا حكيك يعني مو مال حكي واحد ناضج، يعني اعذرني، أنت عمرك 18 سنة، منو مدخل هاي الأفكار براسك ابني؟ ترى أنت قاعد تؤدي بنفسك وبأهلك إلى التهلكة. أمي هذه عقيدة، والله هذه عقيدة، إحنا بس عقيدة غلط، عقيدة أنت يعني أنت تحترم نفسك من توقف، يعني من تشوف الشباب وتطلعات الشباب وعقلية الشباب، يحبون يسافرون، يحبون يتونسون، يصلون صلاة صحيحة، يآمنون إيمان صحيح. أنت إيمانك مشوه، قضيتك خاسرة، يعني قدام الله لا إلك الدنيا ولا إلك الآخرة. أنت المكسب من السفر والمكسب من التشيع. لا مثلا أريد أسافر مثلا تركيا، لازم أصرف $1500 صح؟ إيه، بس هذه $1500 أقدر أشتري بها 3 قطع أسلحة بالعراق، وأقدر جوز أواجه بها، أو أقدر جوز أنهي بها 4 أشخاص من أعداء الشيعة. هذا الشيء رابح أكثر من السفر. إيه بس أنت ما راح تدخل للجنة، أنت راح تروح للنار، يعني أنت خاسر دنياك وآخرتك. شوف أنا ما راح أدخل وياك بخلاف منو بالجنة ومنو بالنار، لكن إن كان هذا فكر يؤدي بي إلى جهنم، اسمعيني عزيزتي، قتل نفسا كما لو قتل. كان هذا الفكر يؤدي بي إلى جهنم، ممكن تطل الأخ نبراس قست نبراس الدليمي يريد قست أخي العربي. يلا تفضل عيدها. عزيزي ما أتناقش وياكم إذا أني بالجنة وأنتم بالجنة، لكن إذا كان هذا فكري يؤدي بي إلى جهنم، اللهم لا تخرجني من عقر جهنم. عجيب. ول زين أنت أمام هذا الفكر قاعد يندفع لك مال ولا مجرد إيمان مطلق؟ السلام عليكم. جاي يدفع مال. عليكم السلام. ست لارا تحياتي لك، اعطوني يا بالله من رخصتكم استاذ العربي اذا تسمح لي، اريد تفضل عزيزي. الغريب انا مواطن، احنا تسمونا العرب لان انتو الايرانيين ما تحنون على العربي. اريد تنطيني
قدام ذولا، بس شنو خلي الحوار سلس. انا ما اعرف اتجاوز لان انا كبير. عندي بس لحظة فيديوهات. بخلي الأخ عساف همينة طالب قسط. دقيقة يا سيد. المهم فاريدك تثبت لي قدام الموجودين بان السيستاني والخميني والخامنئي بان هم اسلام. هذا واحد. تعرف هم ليش مو اسلام؟ لان ما يقولون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذا واحد. عندي فيديوهات هسه راح اعرضها اذا يسمح لي العربي بس صوت طبعا، بين اثبت لك بين انتو دينكم ناقص. منين جبتوا؟ من ايران. زين، ايران سوت الفصائل بتشتيت الدين السني. احكيها بصريح العبارة، بس ما تدرون ليش؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام من رب العالمين نزل على صدر القرآن. هل تقولون بالصلاة خان الأمين خان الأمين؟ ليش تقولون خان الأمين؟ لأن عود جبريل عليه السلام خان الأمان المفروض ينزله على الإمام علي. هذا واحد. زين، أريدك أنت صار لك ساعتين تحكي وهذا. اسمع. تطرق إلى هذا الموضوع. اسمع. احترام للسيد السيستاني، خليه يطلع يحكي له كلمتين للشعب. الشعب الآن الكل يقولون هاي السنين طول نسمع. شوف احنا عندنا لا اوقف لي. نعم. ليش؟ ها؟ ما يقدر يطلع يحكي. شأنه الخاص هذا. لا هو لا مو هذا التشكيك، انا فهمه لا. كمحاور تشكيك انه شخص ما يعرف يحكي عربي معقول؟ لا مو يعني يحكي عربي، حتى لو يطلع يحكي فارسي، حتى لو يطلع يحكي مكسر. ليش هو شنو مو عراقي؟ ها؟ لا مو عراقي. السيستاني رجل فارسي بالاصل، من منطقة السيستان. اي مرجعياتنا الدينية الآن كلها فارسية، أفغانستانية، باكستانية. ليش؟ ها؟ ليش؟ نتطرق إلى هذا الموضوع؟ ليش ما يكون عراقي؟ ليش ما يكون عراقي؟ أولا هاي المرجعيات تقف وراها دول كبيرة، يعني هي التي تشخص هذا الحال. يعني أكثر من 200 سنة المرجعيات فارسية. أي مرجعية، المرجعيات الشيعية فقط. نعم، أي مرجعية عربية تحارب. يعني أنا مرجعية السيد الشهيد محمد صادق الصدر. نعم. يعني صاحب الروح الزكية قدس الله سره العزيز، حورب من إيران في وقتها. ليش تنتقد ابنه لعد؟ لا، ما أنت أحد أنا ليش تنتقد ابنه؟ حقيقة أنا السيد مقتدى إنسان أحبه لأن وطني، بس أنا أحب أكون ناصح له كأخ. يحتاج النصح سماحة السيد نعم. بالنسبة أي عراقي يعني أحب يكون بالمستوى العالي حقيقة، لأن احنا نكون واضحين وصريحين. عانينا من سنين طويلة من هذه المرجعيات الفارسية. لكن يعني اليوم حتى أعطيك لا نعاني من مرجعية سماحة السيد السيستاني. اعطيني مجال شوية. تفضل. يعني أبسط مثال هذا الهلال. يعني عندما الدول الإسلامية تعلن أنه غدا عيد، هم اللي يقولون لا مو عيد. من يجي يوم ثاني نشوف الهلال، احنا نسميه أبو يومين أبو ثلاثة. دائما يسيرون على طريق الخلاف، وهذا واحد من خلافات الأمة. يلا جاوبني عزيزي. شنو الجديد انه المرجع فارسي؟ شنو الشيء اللي انت ضفته يعني؟ واو. ثانيا قضية الخلاف، فعلا انا ما يهمني انه اذا العيد اليوم او باكر، اللي يهمني انه اختلف مع دينك. لا زين. انتوا تقولون احنا مقاومة. ها؟ الانبار والفلوجة احنا اللي ساكنين بها ما قاومنا. تقولون تلقيتوهم بالشوبل. من اللي بتشى الامريكان بالفلوجة؟ من الباقي القائد مالتهم؟ منو؟ اسمع. ولا تنسى ذلك. هذا بول بلايمر. اسمع. في ذهننا أن المرجع الشيعي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. لقد كنت أعلم أن السيستاني كان أهم شخص في العراق، ولقد طورت عددا من قنوات الاتصال معه لأني كنت حريصا جدا على ذلك، لأنه قد حرض متبعيه من الشيعة على التعاون مع القوات الأمريكية.
مما دفعني للبحث عن عدد من الأشخاص القادرين على إيصال رسائل إلى النجف وإعادة ردوده إليه، وقد حدث ذلك حتى أصبحنا نفعل ذلك بشكل دوري. قد وصلنا للتو يعني قبل شيء حوالي ساعة فتوى قد أصدرها سماحة الهلال عثمان سيد السيستاني يطلب فيه من المؤمنين عدم التدخل والوقوف محايدين وعدم عرقلة عمل الحلفاء. شكرا سيادة الرئيس على إتاحة هذه هذا الجعفري خرب قبره. اسمع. الشعب الأمريكي على تعاطفه مع محنة الشعب العراقي ومساعدته. أولا من الغباء إني أقاتل الأمريكان، شيء غبي. ولد الشيخ دقيقة، ولد الشيخ دقيقة. من الغباء انك تقاتل الامريكان لايه؟ ايش السبب؟ من عزيزي ناس جاي يسلموني حكم، ناس جاي يعطوني حكم، ناس جاي ياخذون حكم من مذهب الشعارات اللي الشعارات انت بيطلعوا بيتكلموا عنها، الموت لامريكا والموز لايران والموز عفوا لاسرائيل وقصف القواعد الامريكيه بالخليج، هذا كله مش مناقض لكلامك؟ في 2003 لو من بعد 2003 أنا ما أنكر أنه صار أكو خلافات من بعد 2006 بعد انتهاء الطائفية مع قوات التحالف، لكن قبلها كانت قوات صديقة. وأيضا قبل احتلال العراق في 2003 يعني عندك من 98 إلى 2002 كان حزب الدعوة العراقي المقيمين في إيران وفي الأهوار العراقية يتواصلون مع قوات التحالف. منو ينكر هذا الشيء؟ زين سؤال بدي أسألك، حسب قولك أنت إيران إلها ضلع برقم 11 والتنظيم؟ شو تقول؟ ضلع مباشر أو غير مباشر؟ مباشر. مباشر. اسمع، هذا الشيخ عشان الجنوب. جيش المهدي بصولة الفرسان انجرح، نختي مو بعيد، انجرح ودوه إلى إيران، احتضنتهم إيران احتضان كبير، نيمتهم بأحد مستشفيات ظهران الضخمة، بهم توصية خاصة من سيد كاظم الحاري دعوة، أخوه راح يزور أخوه بالمستشفى. اسمع الكارثة، خاطر أنا أكد للدكتور أقول له إيران ضالعة بكل أمور العراق مفصلة. يقول أنا بين الطابق نسيت الطابق السادس نزلت بالثامن، يقول جيت لقيت الشاليش قصار والحاية ليجعل الحاية طويلة والشاليش قصار، بس مجموعة بال50 60 واحد. يقول اجى واحد قال لي انت وين تريد؟ قلت له جماعة الجيش المهدي. قال لي جابك، يقول بدا يسبني ويغلط وما ادري شيء. جاني واحد عرب الثاني قال لي وين جماعة القاعدة اللي يجرحون بالعراق لا يجيبينهم، وجماعة الجيش المهدي بالطابق السادس. جماعة القاعدة وين يداوون؟ بالطابق الثامن. يلا جاوبني استاذ، بعد شو تريد اطلع لك الحقائق مالتكم؟ اوكي يعني شنو الغريب؟ بالعكس ترى والله العظيم اني اشوفه درع. عفوا على اذنك ماخذ مداخله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس عليكم السلام، بس اكو سؤال سألوك لك غريب جوا بالكومنت. غريب اكو سؤال لك من الكومنت جوا، هل ايدك ملطخه بالدم؟ وين ايش لحقت؟ انا ما ملحق، لو ملحق جزئي بس ما ملحق على الاحداث. سمعتيش قال اويلي يعني يريد يحقق هذا الهدف. نعم. شوف الذله والخسه وين وصلت بيهم. هو الرجال يا نبرس، هو الرجال الغريب صريح جدا وبيتكلم بصراحه يا جماعه الخير، ويمكن بيوضح امور كتيره جدا، رجاء ان احنا نستوعب منه ونفهم نسمع منه كتير. نبرس مش احنا مش في مجال ان احنا نهاجمه، واخد بالك؟ ما في مهاجمه. لا انا ما هاجم. وش يعتبر دينك الان يا غريب؟ معلش ولد الشيخ غريب، وش دينك اللي انت تعتقد فيه واللي تعرف انك انت جالس تتعبد فيه؟ وش اللي ترجوه من الله سبحانه وتعالى او من دينك ذا بالنهايه؟ تمدد فقط. ها؟ تمدد فقط. طيب وفي الآخرة؟ أشرح لك. أقول في الآخرة تمددت وعشت العمر وعشت مو تمدد ترى. لا عزيزي ما عندك إيمان في حياة ثانية. اسمحوا لي
انا اعرفها هذا ولد الشيخ بس الصيانات. يجاوب على السؤال الاخير دون وارجع لك. اسمعني شوف، إذا الشيعة دخلوا بحرب، اعطوا بهذه الحرب مثلا مليون شاب رجعوا بصناديق. اوكي، شنو اللي الناتج من هذه الحرب؟ 10 سنوات و10 شبان تشيعوا. هذه حرب ناجحة 100%. وضحت؟ سنة تشيعوا. ما يهم، المهم متشيعين عسى ما يكونوا بوذية. أنا أتكلم تقول مستحيل سنية تشيع، لأن طول عمرك لا اكو بسوريا وايد شيعوا. لا معليش لا اسمح لي. ضعف النفوس يا ابو سلطان، في ابو سلطان في اضعاف النفوس واغروهم ما هم مسلمين يا استاذي، ما هم مسلمين هذول. سيدي الفاضل، من كل الناس متمسكه برضه، وكل الناس على شوف ولد الشيخ عسافي يقول عرفه. تفضل ولد الشيخ حياك الله. الله يحييك. هذا يفتر بالبثوث من سنتين، اعرفه من كان يسولف يقول سجن جماعه من دوله الاحواز وتساومنا عليهم وبفلوس وقعدنا في تركيا ومع فلان تركي، ويصفط سوالف ويردوا بعدين يقول انا مواليد 2011 مدري 2006 مدري 2008 او ما اعرف شنو، ويضحكون عليه في البثوث ويسولف سوالف استفزازيه ويجيب الكلام منا ومنا. ومره يقول انا ابوي انا ام ايرانيه، مره انا ابوي بالحرس الثوري، مره انا بفصيل مسلح ما اعرف شنو، وكله سوالف وهو صغير في العمر ترى. قاعد عن يسولف وقاعد انه يعود يعيش دور البطولة في البثوث وقدام الناس، واحنا كده وانت شنو انت من يا باب؟ انت هسه لا انت من دين، لا انت من وطن، لا انت من قيم، لا انت من احترام، لا انت من شيء. شنو انت قاعد تسولف مع الناس ومع رجال وقاعد تزايد على الناس وتجيبها منا وتحطها منا؟ وياهو اللي يمسكك في البثوث من سنتين، ياهو اللي يمسكك في البثوث يهينك ويسبك ويشتمك ويشتم اللي انت تتبعهم، وترد وتصعد وتغير اسمك. مرة تكتب أعز أمي، مرة ما أعرف شنو كاتب، مرة كاتب الغريب ما أعرف شنو. كل يوم أنا أعرفك من صوتك، أقسم بالله أنا الأسماء أنساها بس لكن الأصوات ما أنساها، تبقى بمخي مليون سنة. أنا أعرفك من صوتك. شنو أنت هالمسخرة هذه وقاعد تتكلم وتقول أنا من العراق؟ أنت منت عراقي، والعراق يبرأ من هذه الأشكال ويبرأ من هذه الصفات. وثاني شيء قاعد تتكلم على محافظاتنا، سواء كانت في الجنوب سواء كانت في الغربية سواء كانت في الفرات الأوسط، في كل العراق. أنت ما تمثل العراق في شيء، لا من دين ولا من قيم ولا من أي شيء ولا من سياسة. وانت طفل صغير، ومرة تقعد تدش في بثوث الأحوازين وتتكلم فيهم وتعطيهم أسماء وتعطيهم كده أمور وهمية وتحاول تجر من عندهم كلام وتتعرف عليهم وحركاتكم كده، وراح نسوي هالسوالف هذه عود أمور دعم سياسية، وعلى أساس أنت فد قائد وفد شيء وتذكر أسماء حافظها من أبوك ما أدري من وين حافظها، وعلى أساس تريد تجر الناس إلى طرق أخرى أو كلام أخرى. روح شوف من هو اللي قاعد يعلمك وقاعد يدفع لك وقاعد كذا وينزلك في البثوث. روح هناك مشيها، لا تمشيها على هذه الناس سوالفك. ترى أنت معروف وأشكالك معروفة، ولا تحس بنفسك أنت فد شخصية وقاعد تعيش دور البطولة ترى بين الناس، وانت ترى مسوي فد شيء وتعرف فد شيء. لا يبا روح اتبع أصلك، شوف أصلك من وين وشوف عرقك من وين، وتعال تكلم بين الناس. وأنا أقول أن المفروض واحد ما يصعدك وما يسمع لك أي شيء. يقسم بالله أنت مو مال واحد يسمعك. شنو أنت من الناس؟ شنو أنت من البشر؟ ولد الشيخ معلش، ولد الشيخ أنت من أي طائفة ولد الشيخ؟ أنا طلعت معك ببثوث كثير. السلام عليكم. السلام. أنا أتبع القرآن. الناس تعرفني، أنا أتبع القرآن والسنة النبوية. الله يرضى لي عليك، الله يرحم والديك. العباس أبو فاضل، أنا ما صار لي بالتيك توك أقل السنة. أنت رجال مع احترامي جنابك كاذب، لا تعرفني ولا ملتقي بيك، تمام؟ اقسم بالله أنا أصلا قاعد نقسم على شيء يكون في الغاية يضحكون عليك بالبثوث، وأنا أعرفك كل الزين. تمام صح تمام. طيب
نرجع بس حلوه الاسطوانه والله عجبتني، يعني اذا واحد مسجلها مال ولد الشيخ خليه يدز لي اياها. زين ليش حاقد على الكويت انت والسب بالكويت ليش؟ والله شوفي للامانه انا ما يهمني موضوع صياد مات صياد عاش. اللي افتهمته انه اكو مقطعيه لخفر السواحل الكويتي يقول بيه شنو كان يقول بيه الحشد الكلبي، هذا من حقي احقد. حشد الكلبي. تفضل عزيزي. عزيزي شوف بصورة عامة الشيعة كفكر ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول هو اللي يكون من عائلة دينية متعمقة وفكرة نفس فكري يعرف الأمور كما هي. أما الجهة الثانية اللي هم ما لهم علاقة، مجرد يستلم راتب وما يهمه إذا مات اليوم أو باكر. الفئة الثالثة هي الفئة الطبقية اللي هم ناس عامين ما لهم علاقة ولا يعرف، بس يلطم ياكل قيمة يعطي خمس يستلم راتب. والفئة العربية هاي أكثر فئة قريبة لكم، هاي دائما تتقشمر بموضوع القدس لنا قادمون يا قدس وغيرها من الأمور. الغريب على راسي على راسي. إذا أنت حللت كلامي هيك فهي هيك. عزيزي أنت إذا أشوفه إجرامي يعني ما أشوفه إجرامي. جزاء عندي سؤال للغريب على مود اروح. الغريب اذا يسمح للعربي من رخصتك. لا بس لو سمحتوا بس من رخصتك العربي ارد اطلع بس سؤال واروح اذا تسمح لي. شوف الغريب قدام ذول الموجودين انا ابن دليم وتعرف الدليم شنو ثاية. اذا ثبتت لي انت شيعي صدق اثبت لي اعطيني نسب الامام علي وابوه وجده وامه وزوجته واولاده. تفضل. شوف اولاده اللي معروف عندنا بديننا ابو عبد المطلب، امه معروف